خدكم نروح شوفوا بقى الشارع المصري، الطيبة، الجمال، ناس طيبة، حارة عطلة. حاجة سامية قول لنا سني كام سنة ورحلة الكفاح ايه؟ أنا 56 ورحلة الكفاح يعني 23 سنة يعني. وربيتهم دكاترة ومهندسين، اللي في طب واللي في هندسة وكده يعني. انت بتشتغلي ايه؟ انا دكتوره. دكتورة ايه؟ انا دكتوره بشري. يبقى زي بنتي يعني، أنا مربياها زي بنتي، ودي ابني في هندسة. نفسي يعني تعملوا نداء بس كده. اسلام ابني طلع بقاله كذا يوم. ازيك يا باشا؟ بقاله فترة زعلان، تعمل لي نداء يرجع. ابنك زعل وساب البيت؟ زعلان. 3 شهور؟ 3 كلم مثلا قال حاجة ولا مفيش اتصالات؟ عنه اي حاجه، لا خالص. قفل الموبايل خالص. ده كان طالب ولا بيشتغل؟ ده طالب في كلية ايه؟ هندسة برضه. قول حاجة الإسلام قدامك اهو، كان يا بيتفرج إسلام. دلوقتي. اسلام يرجع. كان ايه سبب المشكلة يعني اتخانقتوا عشان ايه؟ مفيش، مش زعلان هو يعني عشان خلافات العيال في الشارع وكده، فمش زعلان. مش عارف الشباب لازم يبقى عنده طولة بال كده. صورة إسلام بتظهر دلوقتي، لو هو شايف والدته وشايف البيت الجميل ده. احنا جينا هنا بناء على رغبة من الأم إنها نفسها تتكرم. ما كناش نعرف إنه في يعني مشكلة كبيرة، إنه ابنها زعل وساب البيت بقاله 3 شهور. في رمضان بتتجمع الأسرة، بتتجمع العيلة، بنشوف الفرحة. إن شاء الله تشوفيه قريب إن شاء الله. قول له كلمة تانية كده. ارجع لي يا ابني، والله أنا نفسي أنت اللي توصلني المطار، والنبي نفسي توصلني يعني. ارجع لي يا ابني، والله أنا نفسي أنت اللي توصلني المطار، والنبي نفسي توصلني يعني. انت بتشتغلي ولا قاعده في البيت ولا ايه؟ قولي قصه كفاحك كده في دقيقتين يعني. أنا اشتغلت شوية بس قطاع خاص يعني، أعمال خاصة يعني. انت أرملة حضرتك؟ من كام سنة؟ من حاجة و20 سنة. نفسك في ايه؟ نفسي أطلع أزور الرسول صلى الله عليه وسلم. مين اللي عمل الرغبة، انتوا ولا هي ولا مين؟ انت؟ ماما يعني تعبت كتير قوي معانا، ووالدي توفى تقريبا وانا في اولى ثانوي. وكان اسلام اللي هي بتحكي عنه كان عنده 9 شهور. وطلعنا كلنا الحمد لله، يعني كانت بتعمل حاجات كتير قوي عشاننا، وبتحرم نفسها من حاجات كتير عشان احنا نبقى احسن ناس يعني. والحمد لله طلعنا كويسين وبخير، وبالفضل طبعا نرجع لها. فكان لازم يعني نقدم لها اي حاجه، دي حاجه بسيطه يعني. قلتي قربي لي، انا مش فاهم يعني. انا هي اللي مربياني، وانا صاحبه ربابهم واحنا صغيرين. وهي اللي مربياني لان امي كانت متوفيه، وكانت بتروح وتودينا المدرسه وترجعنا، وكانت هي اللي حميانا، وهي واخده بالها مني انا واخويا. يعني هي ام ليا، يعني هي امي وجايه اقول لها الف الف مبروك، وربنا يا رب يرجع لك اسلام وتفرحي بالعمره، وانت تستاهليها وتستاهلي اكتر من كده كمان. أسرة طيبة، أسرة جميلة. بنتكلمكم من منطقة رود الفرج. الناس طيبة، الناس الجميلة. ويمكن أحزنني موضوع إسلام، إن شاء الله هيرجع، وإن شاء الله قبل العيد هتكلمينا ونيجي نحتفل بعودة إسلام إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يخليك. هنديكي جايزة البرنامج الأسرة المثالية النهاردة. وأنت قولي لها بقى اقري اللي مكتوب إيه. أنت خايفة ليه؟ في الاضطراب ليه؟ مش هتدفع فلوس ولا حاجة؟ لا مفيش مقالب. احنا مع الناس الطيبة على فكرة الجميلة يعني. والله بنحبك بيتصرف والله. برنامج اهداء رحله عمره. الف مبروك، مع تحيات طارق علام. يعني ست ب100 راجل، دي الست المصرية. في نهاية الرحلة كان المفروض إسلام يكمل مع أحمد، مع أخت الدكتورة، مع أختهم التانية، مع الأم اللي جات لها رحلة عمره عشان تتوج مشوارها بالحب، تتوج مشوارها ببركة، وإنها تروح عند الرسول وتدعي هناك. أسرة البرنامج وكل المشاهدين بيدعوا إسلام اللي صورته بتظهر مرة تانية. ارجع لبيتك، احنا جايين هنا نشوف الفرحة
افرحي قولي الحمد لله. الحمد لله. لما تروح هناك في مكة ادعي لك والله. هدعي لك. الناس كلها بتدعي لك والله وهيدعوا لك. لا قصدك تدعي لمصر. هتقولي ايه بقى؟ يا رب يا رب. أعزائي المشاهدين، الأبطال، البطولة، الأيام الجميلة، الأيام الذهبية في تاريخ مصر ما نقدرش ننساها، ما نقدرش نسيبها، لازم نمسك فيها في أيام أو الساعات اللي نحس فيها في ظلمة، في خيانة، في ناس بتتكلم إزاي تهد الوطن. نسيب ده ونفتكر أجدع ناس، أحسن ناس. منهم قصة الشهيد الحي، قصة عجيبة، قصة غريبة بيدرسوها بره ولازم كلنا نعرفها جوه. اللقاء ده بالنسبة لي مش أول مرة، اتكرر من سنوات وقابلت هذا البطل اللي أنا يعني ببقى فخور وسعيد إني بشوف أبطال بلدي، بشوف الشهيد الحي من أبطال أكتوبر وقبل أكتوبر في حرب الاستنزاف. عم جواد، ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك يا استاذ، وكل سنه طيبين يا فندم. كل سنه طيب يا حبيبي. فين التحية العسكرية وفين قدم نفسك كده كبطل، قول للمشاهدين انت مين وحكايتك ايه؟ الشهيد الحي، في شهيد حي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نعم في شهيد حي، يعني انا مت وربنا احياني، فانا ذقت الشهاده فعلا. في حرب الاستنزاف سنه 69 انا من رجال الصاعقه، وكان في عمليه خلف الخطوط على بعد 35 كيلو، وانفجرت كلها بفضل الله سبحانه وتعالى في توقيت واحد. هو مش سامعني، ترى جدا، بعمل له ينزلني كده، فهو فهم الاشاره، طبعا هو راجل عسكري برضه، فهم الاشاره ان انا بستهزأ بيه، راح ضربني بصاروخ. ضربني بصاروخ ليكرمني الله سبحانه وتعالى في اعز واغلى مكان، سيناء الحبيبه، ب5 أوسمة ونشيد، وهي بات الساق الشمال وبات الساق اليمين وبات الساعد الايمن وفخذ العين اليمنى وجرح بطول الظهر، اللي هم الابطال الحقيقيين. شالوني على اعناق 11 كيلو من عمق سيناء على الغرب، ثم 25 كيلو على النقاله على النقاله لغايه بورسعيد الى القاهره. اللي رجعني الحرب تاني الله يرحمه الرئيس جمال عبد الناصر لما جازني في المستشفى، قال واحد من رجالتك مش شلفط، واحد من رجالتك مش شلفط، فقالوا فاق من البنج وبقى كويس. جازني 7 يوم. انا راقد في المستشفى العسكري في الحلميه العسكري بتاع الجيش، راقد على وشي، ظهري مفتوح بالطول وعليا بربان، جسمي كله شاش وقطن ونايم على وشي. فلقيت الجندي زميلي نسيم بطرس بلمع لي على عيني دي كده بنضفها عشان هي اللي كانت باينه بس من القطن. بقول له سيبني يا سيدي انا تعبان. قال لي زرم هو ما جاي لك. انا قلت بقى لسياده اللواء الشاذلي كان قائد الصاعقه وقتها، وفجاه الاقي القائد والزعيم فوق دماغي، عبد الناصر فوق دماغي بيقبلني من دماغي من الخلف هنا، انا راقد على وشي بقبلني. الحمد لله بس انا بطل، الله يسلمك يا فندم. كنت فين بتعمل ايه؟ حكيت له، هو عارف كل حاجه، بس هو بيحكي له ليه وبيكلمني ليه؟ جاي يرفع روحي المعنويه. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، رفعت روحي المعنويه، هو العكس هو اللي حصل. فبعد الزياره وبيكلمني انت عاوز حاجه؟ قلت ايه يا فندم عاوز ايه؟ قلت له اعود للميدان مره ثانيه. بص ما اتكلمش، وراح مكلم الفريق محمد فوزي الله يرحمهم، قال له يا فوزي ده بموت وعاوز يرجع حارب تاني. يا فوزي ما دام الناس دي موجوده هننتصر ان شاء الله. ده الشهيد الحي. امي يا استاذ داخله المستشفى وانا اصغر ابنائها، وراح لها الخبر مبتور الساقين ودراعين، داخله المستشفى الحلميه العسكري في القاهره هنا، داخله عامله على باب المستشفى زفه بالزغره. ابني البطل فين؟ قلت لها انت اللي بطل والله. ركبت اطراف صناعيه في مركز المحاربين واتكتب لي خروج. طبعا انا طلعت من الورشه بتاعت اطراف صناعيه 23 سنه، لعبت كوره مع العساكر الاول، طمنت لعبت كوره، وبعدين طلعت برج عالي 10 ادوار ونزلت تاني، اتكتب لي خروج شهر اجازه ويعرض. درفت، خدت الجواب في جيبي وعلى الجبهه تاني. رجعت تاني على هناك. لما رجعت يا طارق، رجوعي ليه؟ انا ايه رجوعي كانت راجع ليه؟ مصر كانت محتاجه الايد والعين لفضل. مصر كانت محتاجه الايد والعين لفضل. انا عندي 70 سنه وعجز 100%. اقسم بالله العظيم وانا صائم مستعد الان هذه اللحظه ان اطلع على رفح والعريش والشيخ زويد الان، لكن ربنا يرزقني بالشهاده على سبيل الله ثم الوطن الان. أنا سعيد إنك بتروح الجامعات والمدارس، بنقدم هذه البطولة. محتاجين أكتر، محتاجينه في أفلام تسجيلية، محتاجينه بدل القصص الهم اللي بنسمعها ونشوفها. دي البطولة اللي بجد. للأمام لحظة تكريم للشهيد الحي.